السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم، لاباس عليكم بخير. اليوم إن شاء الله غادي نديرو فطائر زوينة بزاف لذيذة بواحد الحشوة ما تشبعوش منها. والفطائر كيجيو هشاشين ورطبين بزاف والمذاق هائل مع داك الحشوة، والمذاق ديال نيت العجينة كتجي زوينة بزاف. ما ننصحكم ديروها، ما تنسوش تجربوها. ما حد رمضان مازال، يعني واخا باقي ايام قليله، يعني يمكن لكم تجربوها، ماشي مشكل. نبداو ان شاء الله بالمقادير. عندي هنا خصنا نديرو الحشوه هي الاولى. ما كنتش غادي نصور حتى درت البصله في المقله، وانا نقول علاش ما نصورش. عندي هنا 3 د البصلات خضاريات، درتهم في المقله مع شويه زيت الزيتون، غير شويه دبالو. غادي نضيف عليهم الدجاج شحال ما بغيتو ديال الدجاج. عندي هنا تقريبا 200 غرام ديال الدجاج. قطعوه طوالين او لا قطعوه مربعات اللي بغيتو. عندي هنا الشامبينيون تقريبا 200 غرام ديال الشامبينيون، مقطع على هذا الشكل هذا. من الاحسن يكون طري لان كيعطي واحد اللذه وواحد المذاق هائل لهاد الحشوه ولهاد الفطائر. كيجي ممتاز، يعني داك المعلب ما فيه حتى شي مذاق. عندي حتى المعدنوس غنديرو حتى للتالي. دابا بعد ما دبات لي البصله غادي نزيد عليها داك الدجاج، وندير فوق منه حتى الشامبينيون، نرجعهم فوق البوطه حتى يطيبوا. غادي ندير معاهم العطريه اللي هي الملحه، يعني معلقه صغيره، نص معلقه ديال البزار، نص معلقه السكينجبير، وراس معلقه ديال الخرقوم. صافي، وكنخليهم حتى يطيبوا. بعد ما كيطيبوا كنضيف عليهم المعدنوس مقطع، وتكون عندي الحشوه جاهزه وبارده باش ما تقطعليش العجين. بالنسبه للعجين، عندي 3 د الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق الابيض الفورس، كاس ديال الحليب دافي، معلقه ديال الزبده، معلقه ديال الخميره، معلقه السنيده، والملحه. يعني الملح اللي غادي قولوا معلقه صغيره او لا ما كاملاش. وبيض بيضه الصفر نخليه للتزيين. عندي هنا الزبده راه كانت مذوبه، خديت منها معلقه. كنشد واحد الاناء كنضيف فيه الخميره والسنيده والزبده والحليب، نخلطهم مزيان، ومن بعد نزيد عليهم الدقيق والملحه. نخلط نعجن العجين مزيان حتى كتولي عندي ملسه. ندلكها شي شويه ضروري باش كتجيني منبله وخفيفه، ونخليها تختمر مزيان حتى كتضاعف الحجم ديالها. صافي، وكنبدا نخدمها. صافي، بعد ما كنخليها تختمر حتى كيتضاعف الحجم ديالها، كتولي عندي بحال هذا الشكل هذا. الحشوه اللي وريتكم راها طابت وخليتها بردات. كنقسم هاد العجينه على جوج باش كندير جوج اشكال. الشكيل كيجي كي بحال البزيطمات، كيتحل وكدار فيه الحشوه. والشكيل ها نتوما غادي تشوفوا معايا ديال البزيطمات. كنسرح العجينه بحال هكا شكل يعني رقيق. كنقطعها باي دائره عندكم. انا بغيتها بهذا الحجم، غادي ناخذ هذا الهشوار هو اللي لقيتها، غادي نقطع به، لان عندي ديك الدائره صغيره غادي يجيني
يعني تجيني الساندويتش غادي يجيني صغيور بزاف. كنقطعهم بحال هكا دوائر وكنحطهم في الطاوه ديال الفران. من بعد كندهن كل دائره بالزيت وكنطويها على جوج. هانتوما غادي تشوفوا معايا باش منين منين كندهنهم بالزيت وكنطويهم على جوج كيطيبوا فاسيلمون، كيتحلوا يعني كيوليو بحال بزيت مات. كدير لها هكا كتحل، ما تحتاج دير لها لا موس لا والو. دابا غادي ندهنهم بداك الصفر د البيض مع شويه ديال الخل والحليب. من بعد كندير عليهم الزرارع من الفوق. هذيك الحشوه اللي طيبت بالشامبينيون الدجاج والبصله، كنقسمها على جوج. نصف غادي نديرو هنا والنصف راه غادي نخليه لهادوك البزيطمات اللي قلت لكم غادي يطيبوا. غادي نعمرهم بهاد نيت هاد الحشوه هادي. هاد الحشوه هادي يمكن لكم ديروا معاها الفرماج او لا ديروه حتى دابا منين تسرحوها ديروه من الفوق اولا فوق العجين. هنا الفرماج بارميزان. من بعد غادي نطويها هاد الطويه الاولى بحال هكذا، وغادي ندير فوق منها الفرماج الاخر. يعني هذا الفرماج اللي كيكون على شكل مستطيل كيكون مالح وزوين، كندير قطع بحال هكذا فوق منها، حيت الا تحك كله كيتلصق وكيولي بحال العجين. فضلت انا نقطعو بحال هكا قطع ونحطو فوق منها، لان ملي غادي طيب غادي يسيح عليها. من بعد غادي نغطي بالطرف الاخر ديال العجين ونلصقها مزيان ونقطعها. دابا تقطعوها على اشكال الطريفات اللي بغيتو، يعني على 6 على 8 على 4، يعني اللي بغيتو الشكيلات يعني يكونوا متساويين وصافي. ملي كنقطعهم كنهزهم وكنديرهم في الطاوه وكندهنهم باصفر البيض وندير ليهم جنجلان، جنجلان البيض ولا الجنجلان العادي اللي بغيتو. كنسخن الفران على درجة حرارة 150. منين كنقاد الطاوة ديالي كندخلها الفران وكنقص عليه نخليها متوسطة، نخليهم حتى كيطيبوا من التحت ونهبطهم من التحت يتحمروا، يطيبوا من التحت ديالهم العافية تكون لتحت. ومن بعد ما كيطيبوا كنهبطهم من التحت باش الوجه ديالهم يتحمر. هانتوما الشكل ديال البزيطمات ملي كنحلهم هكذا كنعمرهم بالحشوة، كنزلهم هكا حتى كيبردوا شي شويه حيت باقي دابا كيحرقوا صافي. وكنستفهم ونوريكم في طبق التقديم كيف كيجي بعد ما نعمر هاد البزيطمات بالحشوه. نتمنى يعجبكم هاد الفيديو، ديروا لايك والاشتراك اللي باقي ما اشتركش، وفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. فضلا وليس امرا، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. نخليكم مع الطبق النهائي. شوفوا هاد الشكل هذا الاخر كيف كيجي رائع بزاف مع داك الفرماج كيدوب كيجي فن بزاف. انا غادي نوريكم نقطع لكم شي طريف وتشوفوا كيف كيجي. بالنسبه للبزيطمات كناخذ وريق الخس، وريقات ديال الخس كنزلهم هكذا وعاد كنحط الحشوه. ديك الحشوه اللي عندي كنقسمها على حسب شحال عندي من ساندويتش صافي، وكنزلهم في طبق التقديم. كيجي
كيجي المنظر ديالهم زوين، والمذاق ديال الحشوة ولا ديال العجين رائع بزاف بزاف. هذا هو الطبق النهائي ديال هاد البزيطمات وديال هذيك الشكيلات الاخرين. نتمنى يعجبوكم وينالوا الرضا ديالكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، وعواشر مباركة. اللهم بلغنا ليلة القدر لا فاقدين ولا مفقودين يا ربي. يا ربي تقبل منا أعمالنا وصيامنا يا رحمن يا رحيم.